بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير المرسلين. تحية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار لكل من ارتد وخاف. تحية ملها الصمود، ملها التحدي، ملها الإخاء لأوسع القواعد الجماهيرية الصحراوية من داخل موقع الفعل والنضال، من داخل قليمين الصامي. تحية لكافة الجماهير الصحراوية على امتداد مواقع الفعل والنضال اللي تفاعلت على امتداد ساعات أخيرة، بدءا بالداخلة مرورا بالسمارة، العيون، القليمين، الطنطان، لاسا، الصاق، الجيغمرد، القصابي، العسرير، المهجر، المخيمات العزة، الكل مواقع الفعل. لا باش نوجه الشكل ما يرى الشبيه، وقوة الشكل وقوة الفعل وقوة الحراك تكمن في مسألة أساسية، تكمن في سلميته. بالتالي لا يقودكم حد ولا يستفزكم حد. ما دمتم سلميين فستنتصروا بإذن الله. الشهيد الرفيق صيكا رحمة الله عليه قهر جلاده بسلميته، حاول أن يحوله إلى مجرم، حاول أن يحول المواطن الصحراوي إلى مجرم، حاول أن يحول الطالب الصحراوي إلى مجرم، حاول أن يحول المعطل الصحراوي إلى مجرم. ولكن الفئات كاملة قهرت بالنضال وقهرت بالمتربصين بسلميتها. بالتالي نوجه لكم نداء: حافظوا على سلمية الحراك، حافظوا على سلمية الحراك. واصل يا حسن، واصل. إذن الرفيقات جماهير الصحراوية من داخل قليمين، نبغي نوجه لكم تحية، ونبغي نوجه تحية قادمة من نساء آسا ومن جماهير آسا ومن شهداء آسا ومن قوافل آسا ومن أراضي آسا. تحية من قليمين العافية، آسا تحية من قليمين العافية، آسا تحية من قليمين العافية، آسا تحية آسا تحية. كما قلت لك أنا أضيف مداخلتي فيها مسألتين أساسيتين ونقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تهم الإطار والمعطل الصحراوي، والنقطة الثانية تهم الجماهير الصحراوية من داخل المداشر كلها. قبل ذلك نبغي نوجه تعزية، ونبغي نوجه حقيقة لأنه كاملين ومعانا أمهاتهم. ما يحس بذي الغصة يكون لم، ما تحس بذي الغصة يكون ديك لم المكلومة في ابنها، ما تحس بالغصة يكون ديك الابن، ديك الام اللي اختطف منها ابنها في القايلة منها. ما تحس بالغصة يكون ديك الام وداك الاب اللي في عمره يا كانوا يقرا ولده ويا كانوا يساعدوا ويجيه جثة هامدة لا لشيء إلا لمطالبته بالعيش الكريم، ولا لشيء إلا لمطالبته بحقه في الكرامة. المواطن الصحراوي والجماهير الصحراوية الطالب أولا بالكرامة،
جماهيرنا الصحراوية منين ما لقت في 2010 في قديم ميزيك طالبت بالكرامة قبل أن تطالب بالخبز. وإبراهيم صيكا والمعطلين في العيون والمعطلين في أسا والمعطلين في كل بلد هم يطالبوا بالكرامة أولا، لا سبيل للمطالبة بالخبز ما دامت الكرامة منتهكة. هذا من جانب. من جانب آخر اليوم الدعوة من ذا المنبر موجهة لكافة التنسيقيات على مستوى الصحراء كاملة على أنها قضية الشهيد صيكا إبراهيم. هو في نهاية المطاف خلى وصية لم تجي في بعد، خلى وصية المفروض بالرفاق في كافة المواقع على أنهم يتفاعلوا معها وعلى أنه يعود الرفيق إبراهيم صيكا. هو رمز لأي امتداد جماهيري، وهو رمز لأي حراك جماهيري على مستوى المداشر، على مستوى الجماهير الصحراوية من داخل قريمين وفي تفاعلاتها على مستوى المناطق الأخرى. والخطاب موجه أساسا لذي الرقعة. لاحظ تجميع على امتداد سنوات قليلة خلت على أنه النظام السياسي القائم بالمغرب حاول على أنه ينتزع قريمين، وحاول على أنه ينتزع طنطان، وحاول على أنه ينتزع آسا من امتدادها الصحراوي. هذه المناطق لها امتداد مع الساكنة المنتشرة في العيون، ولها امتداد في الساكنة المتواجدة في السمارة. بالتالي لا يمشي النظام غاب. بالتالي الجماهير الصحراوية من داخل قريمين والجماهير الصحراوية من داخل آسا هي على امتداد تاريخي وتفاعل تاريخي مع الجماهير. بالتالي لذلكم جماهيرنا الصحراوية تعمدنا كمعطلين على نفس الشكل ما نجمع الجيليات. لماذا؟ لأنه في نهاية المطاف قبل ما يقودوا الرفاق في التنسيقيات المحلية في الحراك المفروض على أنها الجماهير الصحراوية من داخل قليميم توعد مسألة أساسية مفادها على أنكم كجماهير انخرطتوا بالأمس عن بكرة أبيكم في قالها الانتخابات. انخرطتوا شيبا وشبابا، انخرطتم نساء وأطفالا، انخرطتم معطلين، انخرطتم طلبة، انخرطتم تلاميذ. وأول من يتخلى عنكم هي ذي المجالس المنتخبة اللئيمة. أول من يتخلى عنكم بالتالي الدعوة من ذا المنبر على أن التاريخ سيسجل، التاريخ سيسجل على أنه أي أحد تراجع عند المعركة وأي أحد تراجع عند الحراك تاريخ ودماء صيكا ستلاحقه في منامه. ودماء صيكا ستلاحقه في منامه. لأنه شوف لا تشكوا عنه هذا الكذب اللي مسلط عليكم النظام هذه السنوات، ولا تشكوا عنه هذا التشويش الأمني، ولا تشكوا عنه كاميراتكم لا يخلعوكم. مات للشيء عاقب انه يفقد هذا الراجل حياته، مسات شواها مات للشواها. بالتالي المفروض على انه الزخم يستمر، على انه الزخم يستمر على مستوى الاحياء، على انه الزخم يستمر على مستوى المنازل، على انه الزخم يستمر على مستوى المواقع الجامعيه، على انه الزخم يستمر في اي وقت الى ان تكشف الحقيقه، لانها الحقيقه الثابته على انه الرفيق ابراهيم صيكا تم اغتياله. الرفيق صيكا تم اغتياله. من ذي المنبر نوجه لكم الاف التحايا، سيفهم الصخر وان لم يفهم البشر على ان الشعوب اذا هبت ستنتصر. تحيه.